البنت بتحط لزق في الشبشب وبتحط لزق من جوه الشبشب عشان اول ما يلبسه يلزق، واول ما بيلبس الشبشب بيلزق في رجله، وبيلاقي ان في حد هو اللي حط اللزق ده، وبيلاقي قدامه حديده وبيقطع بيها الشبشب، وبيسمعوه طالع والبنت بتقول له اهرب بسرعه، ولما بيطلع مش بيلاقي حد، بس بيشوفه في المرايه وهو بيجري وبيجري عشان يبص من الشباك بس مش بيلاقيه. بعد كده بيحط لزق على الشباك عشان لما يجي يهرب يقفشه، وتاني يوم بالليل رايح الشغل وبيقفل بابه وبيستخبى على جنب عشان يقفشها. بعدها بيدخل الولد وبيطلعوا فوق وبيخبط على الباب وبيلاقي انا جيت، بس بيسمعوه بتقول له اهرب بسرعه، بس لما بيطلع مش بيلاقيه ومش بيلاقيه هرب من الشباك وان اللزق زي ما هو. ولما بيطلع الولد بيطلع بتخليه ينام على السجاده وكانها تغسلها، وبيتعصب وبيضرب السجاده عشان يهرب، وبيسمع الولد عمل صوت وبيعرف ان هو جوه السجاده، وبينزل السجاده جامد عشان الولد يتصاب، وبتقول له بالراحه على السجاده، وبيقول لو ما قلتيش انت كنت بتعملي ايه من ورايا هرمي السجاده جامد واموته، وبتخاف وبتقول له بسرعه انا بحب واحد تاني. واول ما بيسمع كلامها بيزق السجاده وبيوقعها، وبيطلع الولد منها، وبيطلع ان هو مسجل لها وهي بتقول انا بحب واحد تاني عشان يبين خيانتها قدام الحكومه، وبيقول لها انا اعرف اخد حقي منك كويس، وبيقول لها باجيلك في السجن.